بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنلاقي حد جميل وروحاني يخاف ربنا وتقي، ولكن عنده بعض المشاكل. أنا بزعل وحساس، كل موقف ممكن يزعلني. لما أقعد وحدي وما أكونش مندمج مع أصحابي ببقى تعبان ومش قادر وملان ولازم أطلع أقابل أي حد. لو حد اختلف معايا في الرأي أو أنا اختلفت في رأيي مع حد ما ببقاش مرتاح على الإطلاق. إما هم يتبعوا رأيي أو بضطر أتنازل عن رأيي عشان أرضيهم، لأن ما أقدرش ما أكونش معاهم. أنا ما بقدرش أقول لا لحد خالص، لأن لما بقول لحد لا بخاف يزعل مني، بخاف يرفضني، كمان مش بعجب نفسي وبحس إن أنا مش متعاون ومش متعاطف ومش إنسان كويس ومش خدوم. لازم ابقى شبه البيئه واتشكل بشكلهم عشان وانا مختلف انا مش في امان. وحاجات كتير لاقيها زي كده، على الرغم ان الناس روحيين بيروحوا الكنيسه، اتقياء بيصلوا بيعترفوا يتناولوا. الحكايه فين؟ الحكايه في النضوج النفسي مش في الروحانيه فقط. علاقه مع الله حلوه وانا تقي كل حاجه، لكن عندي مشاكل في مستوى النمو والنضوج في شخصيتي على المستوى الوجداني والنفسي، وده الموضوع اللي عايز اكلمكم فيه النهارده. يعني ايه نضوج نفسي؟ نفسي زي الجسد ما بيكبر وبينمو، النفس ايضا تنمو، بس الجسد عند مستوى معين من النمو بيتوقف ويبتدي في الانحلال والشيخوخه والتدهور ويضعف. سن معين يكتمل فيه النمو، وبعد كده بناخد كيرف منحنى نازل. لكن النفس الخبر الجميل فيها انها بتنمو بلا توقف، حتى في الشيخوخه، حتى في سن 90 و100 الانسان بيعيش، بيكبر اكتر وينمو اكتر ويتطور اكتر. ونلاقي القديسين حتى في سن الشيخوخه عندهم قدره على النمو الروحي وقدره على العطاء للكنيسه وقدره على الخدمه. وما عندناش حد بيتحال معاش لانه سنه كبر فما ينفعش يمارس الكهنوت لكونه هو وصل للشيخوخه. لا، الروح والنفس بتنمو على الرغم ان الجسد بيضعف وبينحل. النضوج النفسي ده اعرف اقيسه ازاي؟ هو ليه معيار؟ هو ينفع اجيب حاجه تحدد فيه نضوج ولا مفيش نضوج؟ في كذا مدرسه. المدرسه القديمه قوي بتاعت فرويد حددت النضوج انه حاجتين ثلاثه ببساطه كده: عمل، علاقات. قدرة على العمل والإنتاجية وتحمل المسؤولية، قدرة على عمل علاقات صحية، التكيف مع المجتمع والملائمة للتفاعلات الاجتماعية. إنسان لما بيتعامل مع الناس بيبقى طبيعي وحلو، ما بيعملش مشاكل، بيقدر يتحمل الوجود في علاقة. العلاقة مش بتهدده، مش بتدخله في صراعات. كمان الوعي بالصراعات الداخلية. فرويد كان عنده نظام الوعي واللاوعي اللي بيدور جواك في لاوعيك انت مدرك بيه، وكان بيعالج بالتحليل النفسي وان الانسان يدرك صراعاته وجذورها واسبابها عشان لما يقع بيها يتحسن ويتوقف عن السلوكيات الغلط اللي ناتجه عن حاجات مكبوته في اللاوعي. دي كانت نظام مدرسه فرويد. دي مدرسه قديمه قوي بطلوا يستخدموها. في بعد كده المدرسه الانسانيه، اخر حاجه ابراهام مازلو عمل معايير كتيره قوي للنضوج النفسي بتحدد الصفه دي صفه نضوج وغيابها يبقى عدم نضوج. على سبيل المثال العلاقة الصحية بالذات، إنسان يقبل ذاته ولا بيرفضها؟ نظرته لنفسه فيها الرضا والأمان والهدوء والاطمئنان، ولا فيها القلق والشعور بالدونية والشعور بالضعف والشعور بالعجز؟ بيقبل محدوديته كإنسان وعجزه كبشر، ولا حاطط معايير مستحيلة التنفيذ وهو مش عارف إن كان ملائم أو غير ملائم للبيئة؟ شاعر بالكفاية في نفسه ولا حاسس ان هو مش كفء كفايه؟ ببساطه كده، كوني انا انسان على صوره الله ومثاله يكفي ان انا استحق الحياه واستحق الحب، وانا جدير باني اكون صوره الله ومثاله. كون الله خلقني يبقى انا حد كويس، لان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. فبدايه مش محتاج حد يشهد لي ويقول له انت حلو عشان ارضى عن نفسي. لازم انا علاقتي بنفسي يبقى فيها التناسق والقبول والتوافق الداخلي. لو انا علاقتي بنفسي مهزوزه، ما فيهاش السلام الداخلي ده، ما فيهاش قبول انسانيتي بالصفات اللي فيها الحلو والوحش، اقبل نفسي كما انا. لكن لما واحد يفترض صوره عايز يقلدها من اشخاص معينين في حياته، عنده مثل اعلى بيقلد يبقى شبه فلان، عايز يبقى مبهر زي فلان، يبقى هو مش قابل صفاته الطبيعيه اللي ربنا خلقه عليها ولا المواهب الممنوحه عليه، مش مكتشف ان هو في حد ذاته متميز لوحده ويقدر يكون مبدع بصفاته اللي ربنا خلقه عليها. فمعناها انه مش راضي عن نفسه، مش عاجب نفسه، وكمان منتظر يعجب الآخرين عشان يرضى عن نفسه. لو ما عجبش الآخرين مش هيبقى هو مبسوط بنفسه. وببساطة ازاي الإنسان يكون علاقة صحية مع نفسه؟ لازم يكون عنده رؤية هو مين وإيه اللي بيدور ويفتعل جواه من أفكار ومشاعر، الدوافع اللي بتحركه، الصراعات اللي بتأثر عليه، متلامس مع نفسه، بيحن عليها، بيطبطب عليها، بيشجعها. علاقته بنفسه حافزية ودافعية بيدفعها ان تنمو ويواسيها ويساندها، ولا علاقته بنفسه مليانه لوم، مليانه جلد ذات، مليانه افراط في التعيير، مليانه وصم، مليانه صفات تخجله من نفسه. مره كنت في اجتماع شباب وحبيت اعمل لهم تدريب بسيط كده ان هو واعي بصراعاته وواعي بالافكار اللي جواه. لا، طرحت سؤال عليهم، قلت لهم انا عاوز حد يطلع هنا قدامي
يقول حاجه مخزيه ومخجله جدا حصلت في حياته، وانا اوعده انه هخليه ما يحسش بالخزي بعد كده. طبعا كلهم سكتوا، محدش طلع، وده كان تدريب ما كانش حقيقي، لان انا ما عنديش امكانيه اني اطلع واحد واخزيه قدام الاخرين واقول اسراره وبعدين اعالجه. ده مش متاح، وده مش اخلاقي اصلا، وانا ما وافقش اعمله. حتى لو واحد وافق يطلع وقال انا اقول له مش هقدر اخليك تقول حاجه تخجلك وتخزيك، لان ما عنديش يعني طريقه تحميك من نظره الناس ولا لومهم، ولا اقدر اشفيك من الخزي ده. ما عنديش الاليه دي. بس طرحت عليهم سؤال بعد كده، مين مستعد يطلع؟ سكتوا كلهم. طب اختار انا حد واطلعه؟ ترعبوا اكتر، الناس ابتدوا يستخبوا في الكنب. انا مش هطلع حد طبعا، ده مش اخلاقي، مش قانوني، ومش صحي، وانا ما اقدرش اعمله. وحتى لو حد وافق يطلع انا هقول له لا ما ينفعش تطلع. فاطمنوا كده وكل حاجه وارتاحوا، مش هطلع حد، ده ما ينفعش. بعد كده سالتهم سؤال، ايه اللي دار جواكم من افكار؟ كله سكت. يا جماعه ايه اللي دار جواكم من افكار في اللحظه دي؟ كانوا ساكتين برضه، لسه مخضوضين ومصدومين. طب سالتهم بعض الاسئله، قلت انا مش هطلع واللي بيقولوا ابونا ده مش مظبوط. في حد جات له الفكره دي؟ كذا حد رفع ايده. قلت كويس، بس انتوا ما وعيتوش ان الفكره دي جات لكم، صح؟ طيب فكره تانية، في حد فيكم قال انا ازاي اطلع وازاي اقول ونتفضح قدام الناس دي كلها؟ انا اكيد حتى لو قالوا لي هرفض. طب حد غطس يستخبى عشان ما يتشافش وما تشاورش عليه؟ ناس كتير قالوا ايوه ايوه ايوه. طب انا لما سالت ايه اللي دار جواكم؟ ايه اللي فكرتوا فيه؟ ليه ما قلتوش ان ده دار جوانا؟ انا كان لازم اسال واحد سؤال ان ده دار جواه. فالفكره انا بخرج بره نفسي، ابص عليها من بره، اعرف ايه اللي بيدور في نفسي وافكاري من جوايا ولا لا. احيانا كتيره بنبقى مش فاكرين دي الحقيقه او دي الحياه او ده المعنى من الحياه، ما نعرفش انها مجرد شويه افكار وشويه مشاعر، وفي الاخر بتتحكم فينا وبتحرك حياتنا. انا مش قادر ارفع ايدي واجاوب على السؤال اللي اتسال ليه، مع ان انا عارف الاجابه. ليه؟ مستني الناس الاخرين يقولوا هم شطار، اكيد اجابتهم اصح مني. في مشكله في الثقه في النفس. طب ولو قلت غلط ما هبقى ما عنديش معنى وقيمه. انا حد بيقول غلط يبقى هيضحكوا عليا، يبقى هبان ان انا ضعيف، هيقولوا عليا مش شاطر، هبان ان انا مش ذكي، هتوصف بالغباء. فانا ليه ما رفعتش ايدي وما قلتش على الرغم ان انا عارف الاجابه؟ طب لما فلان الشاطر قال اجابه قلت انا امشي وراه واقول الاجابه بتاعته، مع ان انا شاكك فيها واثق من اجابتي اكتر. ليه؟ لان قلت بما ان هو اشطر مني اكيد اجابته اكثر دقه علميه مني، فانا هتنازل عن اجابتي وامشي ورا اجابته، وفي التصويت هوافق على الاجابه اللي جاوبها فلان. وفاكر مره يعني كنت ماده شاطر فيها شويه، والاستاذ سال سؤال كده، فكل واحد اجابه مختلفه، فواحد جاوب الاجابه اللي انا جبتها. قال له ليه؟ قال له زي فلان. قالها صراحه للاستاذ ده، كان واعي قوي بنفسه ان انا مش شاطر في الانجليزي، فانا همشي ورا فلان وخلاص، يعني مش مهم الاجابه ايه. فالفكره انا واعي ايه اللي حركني، دريان بده، علاقتي بنفسي من جوه انا باصص عليها، عارف ان انا بلوم نفسي وبهينها او بعملها وحش. انا محتاج الاخرين يعاملوني كويس عشان ابقى مستقر. لا، النضوج يقول لك علاقتك بنفسك فيها قبول وفيها رضا وفيها كفايه وفيها ثقه بالنفس وفيها امان، هو ده اللي يديك النضوج مش الاخرين. لان اكثر العلاقات عمقا في العالم مش هتقدر تديك الامان ده لو انت مش بتحب نفسك. اكثر العلاقات عمقا في الحياه مش هتقدر تديك الامان ده لو انت ما حبيتش نفسك وقبلت نفسك. نفسنا جديره بالحب لانها على صوره الله، واحنا كلنا اولاد الله، نستحق ان نحب انفسنا ونحب الاخرين، نحب البشريه كلها. كله محتاج للحب وكله يستحق الحب كوننا خليقة الله وصنعة ايده. لما القاعدة الأساسية دي في علاقتي بنفسي ما تكونش آمنة، بلجأ لعلاقات تملكية استحواذية قهرية على الآخرين، عايز استعبد الآخرين عشان يرضوا عني ويدوني الإحساس ده، أو علاقات تبعية عايز اتبع الآخرين عشان يدوني الإحساس ده. ونبتدي نفقد الاتصال الصحي بالآخرين، لأن ما عنديش أمان في هويتي الذاتية، في رؤيتي لنفسي يخليني بتحرك ناحية الآخر بنضوج، فيظهر في التفاعلات بقى إما التملك والاستحواذ أو الخضوع والخنوع، وتبقى دي علاقات غير صحية بالمرة. سببها الأساسي عدم الأمان في العلاقة مع الذات والعلاقة غير الصحية مع النفس، وده يعتبر معيار مهم جدا من معايير وسمات النضوج النفسي للإنسان لو عايز يساعد نفسه في النضوج. أعمل ده إزاي؟ يساعد نفسي إزاي في النضوج؟ الموضوع يحتاج إلى العزلة والخلوة والجلسة مع النفس، نفحص طرقنا، نشوف أحوالنا إيه، شوف أنا فين. جلسة مع الله، لأن في محضر الله أدرك إن البشرية كلها ساقطة وخطاة وأنا زيهم، وأنا مش أوحش من باقي البشر. البشرية كلها محتاجة لله وأنا زيهم محتاج لله. الناس كلها بتغلط وأنا بغلط زيهم. مش عيب إن الإنسان يغلط، لكن لازم يلجأ لله ويجاهد في إصلاح أخطائه ونمو شخصيته. كمان التفكير التحليلي، أفكر في الأمور بمنطق. هو اللي أنا بطلبه من نفسي ده واقعي ولا خيالي ولا عالي؟ هو كل الناس لازم تعمل كده؟ الشخصية الطبيعية السوية الناضجة شكلها إزاي؟ أنا عايز أبقى شبه الشخصية الناضجة وابتدي أمارس سلوك وحياة وأفكار
ناضجة عشان أكون إنسان ناضج. فعايز تعليم وتفكير تحليل، أفهم النفس بتشتغل إزاي، المشاعر بتشتغل إزاي، الأفكار بتشتغل إزاي، أفحص أفكاري اللي أدت لمشاعري والمواقف اللي مريت بيها، تفاعلي أنا ورد فعلي أنا. هو لازم كل الناس رد فعلها يبقى كده بنفس الطريقة دي؟ ولا ممكن أختلف؟ ممكن أتقبل الحاجات الصعبة والحاجات اللي أنا عاجز عن تغييرها أنا لازم أغيرها. طب ما ممكن أقبل الحياة وأقبل الأشياء اللي أنا عاجز عن تغييرها وعندي نقاط قوة كتير أقدر أشتغل فيها. مش لازم بقى أعافر وأجاهد في حتة صعبة ومستحيلة أنا طلعت ورثتها كده، لكن أجاهد في حتة ينفع أغيرها. أنا مش هغير لون شعري لكن يقدر أنمي من صحتي، مش هغير إزاي أكون ذو صحة قوية لكن بالرياضة أقدر أقتني جسم متناسق، في لياقة بدنية، في تغذية صحية، فأقدر أحافظ على صحتي وأخلي جسمي صحيا وجسدي أنمي. أقدر أنمي ذكائي بالدراسة والمعرفة، وأنمي مواهبي ومهاراتي بالتدريب والتمرين. أقدر أنمي علاقاتي بإني أسأل الآخرين الثقة القريبين مني عن نفسي، وإيه رأيكم في اللي أنا عملته، إيه اللي غلط عشان أرجع عنه، إيه اللي صح نفسكم أعمله، عشان إيه العيوب اللي فيا أنا مستعد أنا أسعى لمعرفة عيوبي من خلال عيون الناس الثقة اللي حواليا هيرشدوني في نفسي ويقولوا لي إيه الضعفات اللي عندي عشان أشتغل عليها وأنمو. كده أنا ماشي في سكة النضوج. يعني النضوج نستطيع أن نصنعه، مش مستحيل. مجرد التعليم والتدريب والاستلهام والصلاة والعلاقة مع الله اللي بيقول لي أنت مقبول، أنت محبوب، أنت ابني، أنت صنعة إيدي، دي بتنميني جدا، بتخليني أقبل نفسي قبول كبير قوي، كوني أنا صنعة الله ويد الله. أنا عايز أشوف نفسي بعين الله مش عين الناس، حتى مش بالعين بتاعت معايير المجتمع. المجتمع بيمجد حاجات ما هيش الأصلية. لازم أختلف عن المجتمع ويبقى معياري ومرجعيتي لنفسي نابعة من تعليم كتاب ومن الكتاب المقدس. هو من هو الإنسان؟ ما هي الحياة؟ من هو الله؟ بابا شنودة كان كاتب كتاب جميل قوي عن الله والإنسان. من هو الله؟ من هو الإنسان؟ لما نقرأ الكتاب ده نعرف فكرة كبيرة جميلة قوي، إن الله ده جميل ورائع جدا وبيحب الإنسان جدا، والإنسان حاجة راقية ورائعة وعلى صورة الله ومثاله وله اتصال عميق بالله. فاحترم إنسانيتي وأحب الله اللي خلقني. في ناس بتوصل بيهم لدرجة وأنت يا رب جبتني في الحياة ليه؟ تعمل حد زي ليه؟ سمعت مرة قصة عن واحدة كانت قصيرة شوية فبتعاتب ربنا، بتقول له ايه العجينة خلصت في ايدك مش قادر تمطها شوية؟ كنت تطولني يعني، وانت كنت هتدفع في البنك يعني؟ مش صعب عليك ليه عملتني كده؟ بنبتدي نلوم الله على حاجات موجودة احنا شايفينها منقوصة، ولكن هي في عين الله مش منقوصة خالص. هي حاجات جيدة، الطويل حلو والقصير حلو، اللي شعره اسود حلو، اللي شعره اصفر حلو. ربنا بيحب كل الناس زي بعض. وفي الابدية بعدين مش دي الصفات الاساسية اللي هنتقيم بيها، لكن علاقتنا بالله بتنمينا. فعايز تأمل، عايز خلوة، عايز علاقة مع الله، عايز قراءة، عايز تفكير منطقي وتفكير تحليلي عشان أنمي علاقتي بنفسي وأحصل على علاقة صحية مع الذات. وده يعتبر أحد المعايير وأحد السمات من معايير النضج النفسي. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن والأبد آمين.